الذين يكتبون في منصات التواصل الاجتماعي تبين أخلاقهم فيما يكتبون ويردون على الآخرين. المرء كما يقول المثل مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر. قد تقول والله استفزني فلان بكلامه وتلفظ بكلام سيء، طيب هل عليك أن تجاريه؟ لا طبعا. يقول الشاعر: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. إذا انحطت أخلاقك بسبب استفزازه أو سبابه تصبح في منزله تتساوى فيها مع دنيء الأخلاق. لكن إذا ارتقيت بأخلاقك فحتما لن ترضى لنفسك أن تنزل إلى مستوى أخلاقه الدنيئة، وتلتزم بوصية نبيك الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام: قل خيرا أو اصمت. الأخلاق هي الدرع الحامي من الانزلاق في الخطأ الشنيع والمكان الوضيع، وهي التي تضعك في المنزل الرفيع وأنت أسعد وأهنأ الناس وأكثرهم اطمئنانا وراحة.